في ستات كده ربنا بيحبهم وبيبارك لهم في وقتهم وبيوتهم ورزقهم. تحس ان البيوت عندهم دايما رايقة والخير عندهم داخل من ابواب كتير. وده مش معناه ان عندهم ظروف احسن، لا خالص. ده بسبب ان عندهم صفات مش عند اي حد يقدر يمشي بيها. صفات الست المنجزة اللي بيتها مليان رزق وخير. دي بتكون ست واعية وقلبها بيكون نضيف وعندها طاقة سعي مش بتقف، على طول فاهمة إن البركة مش في الفلوس بس، إنما هي عارفة إن البركة في الراحة، في اللمة، في السلام اللي مالي البيت. والنهاردة هحكيلكم عن 5 صفات لو موجودين فينا هنلاقي حياتنا ماشية زي الفل، وبيتنا دايما عمره ما يفضى من الخير بإذن الله. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات ونعمل لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ. أول صفة معانا في الست المنجزة، عندها حلم واضح. الست المنجزة اللي عندها حلم مش بتمشي في الدنيا كده وخلاص. الست المنجزة مش شرط تكون أغنى واحدة ولا أكتر واحدة عندها وقت، بالعكس، دي أكتر واحدة الدنيا بتجري وراها. بس هي عندها بوصلة موجودة جواها، عندها حلم واضح وهدف محدد ونية قوية بتسندها. الست المنجزة بتصحى كل يوم الصبح وهي عارفة هي رايحة فين. ساعات الطريق بيكون طويل، وساعات الدنيا بتعاندها، وساعات بتتعب وتقف وتعيط، بس عمرها ما بترجع لورا، لأن هي شايفة نفسها دايما في المقدمة، شايفة النسخة الأفضل منها. طب ايه اللي بيميز الست المنجزة؟ اللي بيميز الست المنجزة، واحد، ان عندها حلم واضح، مش بتقول نفسي انجح وخلاص، لا هي عارفة هي عايزة تنجح في ايه. عايزة مثلا تفتح مشروع، عايزة تكمل تعليمها، عايزة تطور من نفسها، عايزة تخس شوية. تاني حاجة معانا، بتخطط لكل حاجة، مش بتسيب الأيام تاخدها، عندها ورقة وقلم بتكتب فيهم كل حاجة وبتقسم حلمها لخطوات. تالت حاجة معانا، بتتحدى الظروف، مش شرط ظروفها تكون بيرفكت، بالعكس، هي بتكون أقوى من الظروف وأجدع من الاستسلام. رابع حاجة معانا، مش بتستنى حد يشجعها، لو لقت دعم خلاص تمام، لو ما لقيتش بتكمل برضو، لأن هي وقود نفسها. خامس حاجة، عندها انضباط، حتى لو مش دايما متحمسة بتكمل برضو، حتى لو زهقت بتكمل. الانضباط عندها أهم من المود، عشان كده بتلاقي البركة في وقتها وحياتها. نفهم من كده إن الست اللي عندها حلم واضح مش بس بتنجح، لأ كمان دي بتدي لغيرها طاقة وبتكون قدوة، وبتثبت إن مفيش حلم كبير على اللي قلبها جامد. لو انتي واحدة من دول كملي الطريق. الطريق يمكن يكون طويل، لكن النهاية مفرحة، ومش أي حد يقدر يوصل لها غير اللي شبهها. لو شايفة فيكي حاجة من دول قوليلي في التعليقات. تاني صفة في الست المنجزة هي إن التأجيل والتسويف عندها مرفوض نهائي. في نوع كده من الستات عندهم مبدأ ثابت، هو اللي ورايا هعمله دلوقتي قبل ما يكتر ويتعقد. الست المنجزة مش بتأجل، مش بتسوف، مش بتستنى المزاج يتعدل، وعارفة إن الوقت أهم حاجة في الدنيا. طب ليه هي مش بتحب التأجيل؟ لأنها جربت قبل كده تعمل الحاجة بكرة، ولقت بكرة بقى بعده وبقى بعده كمان، لحد ما الدنيا تتراكم والضغط بيزيد. طب ايه هي صفات الست اللي مش بتحب تسوف؟ أول حاجة، بتبدأ بالحاجة قبل ما تكمل، لأنها عارفة إن البداية هي أصعب خطوة، وبعد كده كله بيجي سهل. تاني حاجة، بتشتغل على حاجتها وهي سخنة، جالها فكرة تقوم تعملها على طول في وقتها، عندها مهمة تخلصها على طول، مش بتسيب الحاجة تبرد. تالت حاجة، بتعرف تدير وقتها،
مش لازم يكون عندها جدول كامل، بس عندها نظام في دماغها، إمتى تعمل إيه وإيه المهم وإيه اللي ممكن يتأجل. التأجيل عندها مش كتير ولا من غير سبب. رابع حاجة، بتعرف إن الإنجاز مش موهبة، لكن هو عادة. عادة اتعودت عليها، اتعودت إنها تخلص الحاجة في وقتها، فبقت حياتها أسهل وبيتها أروق ونفسها كمان أهدى. ده بينتج عن أسلوبها إيه؟ إن بيتها دايما متروق، وشغلها ماشي تمام، وصحتها أحسن، ودماغها مش مزنوقة في ألف حاجة. والأهم، بتحس ببركة في يومها ووقتها، لأن مفيش حاجة بتسرق وقت الإنسان قد التأجيل والتسويف. تالت صفة معانا في الست المنجزة، اللي ضهرها الحقيقي ربنا. في ستات كده أول ما تبص في وشهم تحس فيهم هدوء وسلام وثبات مش طبيعي. وده معناه إن حياتهم سهلة، ولا إن الدنيا بتدلعهم، لكن لإن علاقتهم بربنا إنه هو السند الأول والأخير. الست المنجزة اللي علاقتها بربنا قوية، دي مش ست ماشية في الدنيا لوحدها، دي ماشية بتوفيق ربنا، مش بمجهود بس. والناس بتشوفها دايما ناجحة ويفتكروا إن عندها طاقة خارقة، لكن في الحقيقة طاقتها دي جاية من ركعة بتركعها لربنا، جاية من دعوة. طب ازاي علاقتها بربنا بتخليها منجزة؟ أول حاجة، بتبدأ يومها بالذكر. أول ما بتصحى بتقول: يا رب افتح لي يومي وبارك لي فيه. الدعوة دي بتغير مودها كله، وبتفتح أبواب ما كانتش شايفاها. تاني حاجة، بتسند تعبها على سجادة الصلاة. لما بتتخنق وتتلخبط، ولما تحس إنها مش قادرة، بتروح على طول على ربنا، ومن هنا بترجع من تاني واقفة وصاحبة بال طويل. تالت سبب معانا، بتاخد بالأسباب وبتسيب النتيجة على ربنا. بتشتغل وبتتعب وبتطور من نفسها، وهي عندها ثقة إن رزقها متعلق بربنا. رابع حاجة معانا، نيتها دايما صافية، دايما بتساعد وبتدي وبتسعى وبتقول: يا رب اجعلها لوجهك. والنية دي لوحدها بتخلي البركة تسبقها لأي مكان تدخل فيه. خامس حاجة معانا، بتشوف الخير حتى لو الدنيا ملخبطة، عارفة إن ربنا مش بيكسر حد، وإن أي تأخير أو زعل أو عبء وراه حكمة. الإيمان ده بيخليها أهدى وأقوى من أي ضغط. من الآخر، الست المنجزة قوتها مش بس في جسمها، ولا من وقتها، ولا من اللي حواليها. قوتها من ربنا بس، وده أكبر سر يخليها ثابتة وناجحة، ودايما واقفة على رجليها مهما الدنيا لفت بيها. رابع صفة للست المنجزة، مش سايبة حياتها للصدفة. في ستات كده تحس حياتهم ماشية بسلاسة، بيت متروق، شغل منجز، دماغ رايقة، يوم محسوب. مش لأن عندهم وقت أكتر، بس لأن عندهم خطة واضحة للتنظيم. الست المنجزة مش بتشتغل بعشوائية، لأ دي ماشية بخطوات مرسومة، وكل حاجة عندها ليها وقت ومكان. التنظيم عندها مش رفاهية، ده أسلوب حياة. طب إزاي بتطبق خطتها؟ أول حاجة، بتكتب كل حاجة، بتعمل قائمة مهام، بتعمل جدول أسبوعي، عندها نوت للمواعيد. والحلو إنها مش بتعتمد على الذاكرة اللي بتنسى في دقيقتين. الكتابة عندها مش رفاهية، دي ضمان إن مفيش حاجة تتنسي. تاني حاجة، بتقسم شغلها خطوات، بدل ما تشوف المهمة كبيرة وتتخنق، بتقسمها 10 دقايق ترتيب، نص ساعة شغل، تعمل مثلا مهمة صغيرة في المطبخ، وهكذا. الإنجاز عندها بيجي من الحاجات الصغيرة المتراكمة. تالت حاجة، عندها نظام للبيت، كل غرفة ليها روتين، وكل أسبوع ليه أولويات. مش لازم تنظيف 5 ساعات، المهم الاستمرارية. رابع حاجة معانا، بتراجع خطتها كل فترة، لو حاجة شايفة إن هي مش نافعة تشيلها، لو في عادة لازم تتبدل بتغيرها. هي مش إنسان آلي، هي بتطور نفسها حسب حياتها. خامس حاجة، مش بتسيب الحاجة لما يجي مزاجها، لأن هي عندها قاعدة: اللي يتعمل في 5 دقايق يتعمل دلوقتي،
وده سر كبير جدا في نجاحها. طب نتيجة الخطة دي ايه؟ طب نتيجة الخطة دي ايه؟ هما 6 حاجات. أول حاجة معانا بيت رايق، تاني حاجة وقت فيه بركة، تالت حاجة دماغ خفيفة، رابع حاجة ضغط أقل، خامس حاجة إنجاز أكتر، سادس حاجة إحساس جميل إنها ماسكة زمام يومها بدل ما يومها يشدها ويتلخبط. خامس صفة في الست المنجزة، التايمر بالنسبة لها صديق العمر. في ستات كده فاهمة سر مهم جدا، فاهمة إن الوقت لو ملحقتهوش هيسبقك. عشان كده الست المنجزة عندها عادة محدش بيقدر ينافسها فيها، بتظبط تايمر لكل مهمة، تايمر للمطبخ، تايمر للترتيب، تايمر للشغل، حتى عاملة تايمر للراحة. طب ليه هي بتستخدم تايمر؟ لأنها عارفة إن العقل بيشتغل أحسن لما يكون عارف إن في نهاية واضحة للي بيعمله. التايمر مش بس ساعة، لأ ده كمان محفز ومشجع وطارد للتسويف. طب إزاي بيخليها منجزة؟ أول حاجة بيمنعها من التشتت، بدل ما تبدأ مهمة وتلاقي نفسها فجأة بتفتح الموبايل أو بترد على رسايل، فمش هتعمل كده عشان عارفة إن في تايمر شغال. يعني ركزي يا شطورة. تاني حاجة بيخلي أي مهمة سهلة، زي مثلا ترتيب الأوضة صعب؟ لأ مش صعب، الصعب إنك تحسي إنها مهمة ملهاش نهاية. لكن لما تحطي تايمر 10 دقايق هتلاقي نفسك خلصتي نصها في قبل الجرس ما يرن. تالت حاجة معانا بيخليها تخلص بدري، لأن اللي بتعمله في ساعة ممكن تعمله في 20 دقيقة لو ركزت. والسر هو الضغط اللطيف بتاع العداد. رابع حاجة بيساعدها تقسم اليوم، لأن كل مهمة ليها وقت، مفيش حاجة بتاكل وقت حاجة تانية، وده بيخلي يومها منظم ومفيش كركبة. خامس حاجة معانا بيزود إحساس الإنجاز، عشان لما تسمع صوت الجرس بتحس إنها كسبت ماتش صغير، والإنجاز الحقيقي بيجيب بعده إنجاز كبير وهكذا. وعايزاكي تعرفي إن لما كل حاجة يكون ليها وقت هتلاقي البيت رايق من غير ما تحرقي نفسك، والشغل ماشي من غير ما يبقى فيه تشتت. الست اللي بتظبط تايمر مش عصبية ولا مستعجلة، هي بس واعية وعارفة إن عمر الإنسان هو أغلى حاجة ولازم يتعاش صح. والتايمر بالنسبة لها مش مجرد جهاز، ده سلاح بيخليها منجزة مركزة ووقتها مليان بركة. وبكده يكون 5 صفات الست المنجزة خلصوا. وعايزاكي تعرفي إن الست المنجزة اللي حكينا عنها، سواء كانت اللي عندها حلم واضح أو اللي علاقتها بربنا هي مصدر قوتها أو اللي بتظبط تايمر لكل مهمة، كل واحدة منهم بتستخدم أسلوب مختلف، لكن الهدف واحد. في النهاية لو انت واحدة من النوع ده، مفيش وقت تضيعيه، كل خطوة صغيرة هتعمليها دلوقتي تحسي نتيجتها بعدين. اتعلمي تنظمي يومك، رتبي أفكارك، خلي علاقتك بربنا هو السند، وابدأي دلوقتي، لأن حياتك هتتغير واحدة واحدة، وهتلاقي بيتك وشغلك ووقتك كله ماشي بنظام. الست المنجزة مش حد مختلف، هي مجرد واحدة اختارت وعيها تنظيمها وإيمانها والنية الصافية، وده اللي بيخليها دايما واقفة على رجليها ناجحة متوازنة وبيتها مليان رزق وخير. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو شايفة فيكي أي صفة من دول عرفيني في التعليقات. ما ننساش بقى نصلي على النبي ونعمل لايك واشتراك في القناة. مع السلامة.